السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كان بصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله حنقدم معكم وصفة تاع السلمون مع شوية عجائن هكا باش نقدم لكم فكرة للعشاء تكون سهلة مهلة وتكون سريعة التحضير. أول شي نروح نحضروا التتبيلة تاعنا اللي نحطوها على السمك، اللي هي حوالي 3 فصوص تاع الثوم، شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية فلفل أحمر حلو ولا حار على حسب الذوق تاعكم. ونضيفوا هنايا معدنوس مجفف ولا أي أعشاب عطرية مجففة، لكن بالمعدنوس هكذا يجي بزاف هايل. هذاك المعدنوس فيه شوية بصل وثوم مجفف مع المعدنوس. ضيفوا نتوما اللي حبيتوها في التوابل يعني على حسب الذوق. ضفت هنايا زيت زيتون مع عصير الليمون وخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض ونحطوها على السلمون. بالنسبة للسلمون تاعي عندي هاد الكمية، غسلته مليح وقطعته بهاد الشكل هذايا. دوك نجيو هذيك التتبيلة وندهنو كامل هذاك السمك بها. واكيد كي نحطو تاني الخضر، استعمل الخضر اللي حبيتوهم مع السلمون تاعكم يجيكم كامل بزاف هايلين وبنان. انا دوك ندهن كامل السلمون ونجي تاني ندهنو هذيك الخضر كامل في هذيك التتبيلة باش الخضر تاني يرفدوا هذيك البنة ويجيو بنان مع هذاك السلمون يعني السمون كامل بهذه الطريقة. كما قلت لكم الخضر استعملوا الخضر اللي تحبوهم اللي متوفرة عندكم. المهم كامل هي التتبيلة اللي نحطوها على الخضر والسلمون، ونجيبوا هذاك البلاطو نحطوه مباشرة في الفرن بدون ما نغطيوه، يطيب بالخف ما يطوش معكم. حطوه حوالي 20 دقيقة يطيب معكم يجي هايل. دوك تشوفوا معايا النتيجة. من جهة واحدة أخرى حبيت نحضر معكم دي بات يعني عجائن المقارون. يعني حطيت هنايا في المقلة تاعي شوية زيت زيتون، شوية فقط، ما نحبش نحط كمية كبيرة باش يجينا الطبق تاعنا هكا صحي شوية. ضفت عليهم حبة بصل قليتها مليح مع هذيك شوية زيت. دوك هنا نجيبو مباشرة بعد ما تقلى مليح هذاك البصل شوية كريمة سائلة تكون قليلة الدسم من الأحسن ونضيفوها من الداخل. وهنا اختيارية، لكن ولا عندكم هاد لا باتا بيستو ديروها من الداخل. ضيفوا ملعقة هكا صغيرة ولا كبيرة على حسب كمية العجائن اللي تحضروهم وحطوها من الداخل. وهنا كان عندي عجائن كنت حضرتهم من قبل وحطيتهم مباشرة في الصلصة البيضاء اللي حضرناها كيف كيف. وتكون الباستا تاعنا كما راكم تشوفوا واجدة سهلة مهلة، يعني ما خذتليش بزاف وقت، حوالي 10 دقائق كل شيء واجد معايا. وفي الاخير بعد ما نطفي لها نزيدو هنايا البارميجانو من الفوق هكذا يعني، ولا اي فرماج تحبوه نتوما يولي مع لي بات حطوها كامل فوق. انا حطيت البارميجانو وهايليك الوصفه تاعنا واجده سهله مهله كما قلت لكم، والحمد لله العشاء تاعنا واجد. هذو كما نقول لكم دائما افكار يسهلوا عليكم هكا فكرة العشاء ولا الغداء ولا حبيتو. هذه ما تديش بزاف وقت وتكون البنة حاضرة وبقوة، وأكيد تقدر تكون صحية 100%. أنا هنا ضفت شوية فريت شوية دي بات، لكن تقدروا ترافقوهم كما حبيتو. هنا رافقناها بشوية كما شتو خضر يعني مشوية فقط مع السلمون هذاك، ويجيكم طبق صحي ما شاء الله. شاهدكم ان شاء الله في الجنة. هذا هو الطبق تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بديت لكم فيه افكار هكا باش تحضروا العشاء تاعكم يكون صحي يكون متوازن. نقول لكم يعطيكم صحة على المشاهدة. احنا اكيد حنتلاقاو في فيديوهات جاية ان شاء الله، والى ذلك الحين مع السلامة.